السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. محصول الفاصوليا من أهم المحاصيل التصديرية، بتيجي في المرتبة التانية بعد البطاطس، وهي أقل منها في مشاكل الإنتاج، وبيتم استهلاكها إما قرونا طازجة أو بذور جافة. هنتناول محصول الفاصوليا من حيث التربة المناسبة ومواعيد الزراعة وكمية التقاوي وإعداد وتجهيز الأرض للزراعة والأصناف والزراعة نفسها بتاعة الفاصوليا، من حيث مسافات الزراعة في الأراضي الجديدة والأراضي القديمة. وهنتكلم عن الري والتسميد، وهنتكلم برضو عن العزيق وجمع المحصول الأخضر وجمع المحصول الجاف. هنبدأ بالتربة المناسبة للزراعة. بتحتاج الفاصوليا إلى تربة خصبة جيدة الصرف خالية من الأملاح الضارة. وبالنسبة للأراضي الجديدة يفضل عدم زراعتها في وجود نسبة مرتفعة من الكالسيوم والبعد تماما عن الأراضي اللي بترتفع فيها نسبة الطفلة. ويفضل اتباع دورة زراعية ثلاثية لتلافي انتشار أمراض التربة. أما بالنسبة لمواعيد الزراعة، بيتم زراعة الفاصوليا في عروتين أساسيتين، عبارة عن عروة نيلي وعروة صيفي. العروة النيلي أو الخريفي بتبدأ زراعتها اعتبارا من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر في الوجه البحري. وبالنسبة للعروة الصيفي بيتم زراعتها في شهر فبراير وشهر مارس. وبيراعي بالنسبة للمحصول الجاف عدم التأخير عن الأسبوع الأول من شهر مارس للصيفي، والأسبوع الأول من شهر سبتمبر للعروة الخريفي أو النيلي. كمية التقاوي مع الاتجاهات الحديثة لزيادة عدد النباتات في الفدان، بتكون كمية التقاوي لأصناف المحصول الأخضر من 20 ل 30 كيلو جرام لكل فدان، بينما أصناف المحصول الجاف من 55 ل 60 كيلو جرام لكل فدان، وده بيرجع لمتوسط وزن البذور. أما بالنسبة لأصناف الفاصوليا، من أصناف المحاصيل الخضراء الأكثر انتشارا صنف فاصوليا بوليستا وفاصوليا إجزيرا وفاصوليا نارينيا وفاصوليا برونكو. وبالنسبة للأصناف الجافة جيزة 6 وصنف فاصوليا نبرسك. أما عن إعداد وتجهيز الأرض للزراعة، ودي من أهم العمليات الزراعية التي يجب أن تتم بعناية وإتقان وبتاخد الوقت المناسب ليها. عندنا في الأراضي القديمة هيتم الحرث الجيد والتشميس الكافي لتطهير التربة من مسببات الأمراض، وهيتم إضافة أثناء الحرث 20 متر مكعب سماد دواجن زائد 200 كيلو جرام سوبر فوسفات زائد 100 كيلو جرام كبريت زراعي و50 كيلو جرام فوسفات بوتاسيوم و50 كيلو جرام سلفات أمونيا للفدان. والتخطيط هيكون بمعدل 12 خط في القصبتين. أما الأراضي الجديدة هيتم حرث الأرض للتهوية وتخطيط بمعدل 70 سنتي، وهيتم إضافة الأسمدة العضوية والكيماوية المقررة مع التجهيز 30 متر مكعب سماد بلدي أو 15 متر مكعب سماد أو سبلة دواجن زائد اللي احنا قلناه قبل كده في الأراضي الطينية من أسمدة كيماوية. هنضيف السماد في بطن الخط، وبعد كده هنعدل التخطيط بحيث يكون السماد في منتصف الخط، وبعدين هنمد خراطيم الري أعلى منتصف الخط فوق السماد مباشرة. زراعة الفاصوليا تزرع خاصة في الأراضي القديمة الطينية والطمية، ونظرا لتوالي زراعة الفاصوليا بدون مراعاة الدورة فقد تزيد الإصابة بالآفات المتخصصة للفاصوليا، خصوصا أمراض التربة، وعلى وجه التحديد أمراض الجذور وما يسببه ذلك من قلة عدد النباتات اللي بيصعب تعويضها بالترقيع. ولذلك احنا بنأكد على ضرورة معاملة البذور بالمطهرات الفطرية، وتتم المعاملة لجميع أنواع البذور المحلي منها والمستورد
عن طريق إضافة العقادين بمعدل 800 جرام، تخلط بتربة أو رمل ناعم وتسرسب في فج بجوار مهد البذور أو تروى رية خفيفة، ويكون ذلك بعد 4 ل5 أيام من الزراعة. مسافات الزراعة يفضل إن يكون متوسط عدد النباتات في الفدان من 120,000 ل150,000 نبات، ويراعي انتظام عمق البذور، وتكون من 2 ل3 سنتي تبعا لنوعية التربة ودرجة الحرارة وانتظام العمق مع انتظام مسافات الزراعة. بينتج عنه نباتات منتظمة النمو، وتكون مسافات الزراعة في الأراضي القديمة 12 خط في القصبتين، والزراعة على ريشة واحدة في جور أو سرسبة على مسافات 5 ل7 سنتي بين كل بذرة وأخرى. الأراضي الجديدة والري بالتنقيط، عرض الخط وزي ما قلنا 70 سنتي، والزراعة في سطرين على جانبي خرطوم الري، والمسافات 25 سنتي بين السطرين و7 سنتي بين الجورة، مع مراعاة إن يكون عمق الجورة ثابت في حدود 3 سنتي، وده بيؤدي إلى انتظام النباتات وبالتالي انتظام النمو. بالنسبة لري الفاصوليا، الفاصوليا من النباتات الحساسة جدا للري. هي في الأراضي القديمة ونظام الري بالغمر يجب أن يكون الري على الحامي في الصباح الباكر أو المساء، ويفضل أن يكون الري بكميات قليلة وعلى فترات قصيرة، على أن تكون رية المحاياة بعد حوالي 21 يوم تقريبا من الزراعة، عشان نساعد جذور النباتات على الانتشار لزيادة تثبيت النباتات وزيادة مقدرة النبات على الامتصاص. وفي الأراضي الجديدة وتحت نظام الري الحديث بيظهر تأثير انتظام الري واضحا على النباتات المزروعة تحت نظام الري بالتنقيط، لأن ده بيحافظ هذا النظام على مستوى ثابت من الرطوبة. بعد اكتمال الإنبات بيتم مراعاة إن تقل كمية مياه الري في مراحل النمو الأولى لتشجيع نمو المجموع الجذري. أما بخصوص التسميد، معدلات التسميد بتكون طبقا لنوعية ومدى خصوبة التربة ومحتواها من العناصر، مع مراعاة أن تكون الفاصوليا تستجيب لزيادة معدل التسميد مع الاتزان في نوعية الأسمدة المضافة، خصوصا مع نظام الري الحديث وعلى رأسها الري بالتنقيط. انتظام واتزان التسميد أدى إلى زيادة كبيرة في المحصول، وده مع مراعاة الوصول لعدد نباتات كبير وانتظام توزيعها، وعلى هذا تكون معدلات الإضافة لكل فدان في حدود 60 ل100 وحدة أزوت، و30 ل45 وحدة فوسفور، و48 ل72 وحدة بوتاسيوم. أما الأراضي القديمة، دفعة أثناء التجهيز ودفعة قبل رية المحاياة من 100 ل 150 كيلو جرام سلفات أمونيوم، ودفعة قبل الرية التانية من 50 ل 100 كيلو جرام سلفات أمونيوم، ومن 25 ل 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم، ودفعة بعد الأسبوع الأول لبداية الجمع من 50 ل 100 كيلو جرام سلفات أمونيوم، ومن 25 ل 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. أما الأراضي الجديدة تحت نظام الري الحديث، في الشهر الأول هنضيف 150 كيلو جرام سلفات أمونيوم، أما الشهر الثاني 200 كيلو جرام سلفات أمونيوم زائد 75 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم، والشهر الثالث 150 كيلو جرام سلفات أمونيوم زائد 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. الرش بالعناصر المغذية، عندنا الرش بالكبريت الميكروني أو التعفير بالكبريت الزراعي عند عمر 21 يوم، وبعد 15 يوم من الأولى هنرش عناصر مخلبية 200 جرام حديد زائد 100 جرام زنك زائد 100 جرام منجنيز 3 مرات كل 15 يوم مع بداية التزهير. الرش بمنقوع سوبر فوسفات 6 كيلو جرام تنقع لمدة 24 ساعة، ويؤخذ على الصباح الباكر ويكمل إلى 300 لتر، ويرش على النباتات مرة مع بداية العقد، والمرة الأخرى بعد 15 يوم من المرة الأولى. الهدف الأساسي من العزيق مقاومة الحشائش
هي آفة خطيرة بتسبب نقص في المحصول، ممكن يصل إلى ما يقرب إلى 40% من إجمالي إنتاج الفدان، لأنها بتنافس النبات في الماء والغذاء، إضافة لأن جذورها بتفرز مواد بتؤدي إلى عدم نمو النباتات المحيطة بها، كما تعتبر عائلا للعديد من الحشرات والآفات، ولذلك من الضروري الاهتمام بالتخلص منها في كافة المراحل وعدم الاستهانة بوجود أي عدد من الحشائش. والهدف المهم للعزيء هو الترديم حول النبات وتشجيعه على زيادة المجموع الجذري والحد من التأثير الضار لأعفان الجذور. بالنسبة لحصاد محصول الفاصوليا، جمع المحصول الأخضر بيبدأ الجمع بعد حوالي 55 ل 60 يوم من الزراعة، ويكون الجمع كل 2 ل 3 أيام، ويبدأ بعد تطاير الندى، ويتم وقف الجمع مع ارتفاع درجات الحرارة. والجمع بيتم لما تصل القرون للمظهر المطلوب تسويقيا، ويكون الجمع القرون بالصنارة عنق القرن مع الساق، ويكون الجمع في جراد البلاستيك نظيفة. يوضع ناتج الجمع في مكان مظلل في أكوام طويلة محدودة الارتفاع، تمهيدا لتعبئتها في عبوات النقل في محطات التجهيز والتعبئة. أما بالنسبة لجمع المحصول الجاف، هيتم تقليع النباتات بعد تمام نضج البذور وجفاف القرون، ويكون تقليع النباتات في الصباح الباكر، وتوضع في مكان نظيف لتمام جفافها وتمهيدها للدراس. انتهينا من حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.